احسن كريم تفتيح تحت العين قبل الميك اب. انا بستخدم النوع ده، يا رب يكون باين. بطريقه كده بطبطب، وبعدين حوالين العين كده كلها، وبرفع عيني فوق وطبطب علشان المسامات تتفتح والكريم يتشربه جلد العين قبل الميك اب، وبرطبها وكمان بيفتح تحت العين، وبسيبها 5 دقايق يتشرب، وبعد كده ببتدي احط الميك اب. هنستخدم لرسم الحواجب مسكرة. النوع ده حلو جدا وبيقعد وقت طويل جدا، يعني هي تقريبا معايا بقالها حوالي 6 شهور وما خلصتش. حلوة جدا ولونها حلو، منها اللي هي 3 درجات، فاتح وغامق وغامق قوي. انا بستخدم الوسط، ودي الفرشة اللي انا بستخدمها للحواجب. هرسم حاجب وارسم معاكم الحاجب التاني عشان وقت الفيديو. حطيت في الفرشة ومسحت على ايدي عشان ميبقاش فيه كتل وتبقى مرسومة صح. بعمل الفرشة على ايدي، وبعدين بمشط الحاجب وبرسمه اهو. الاول بعمل هنا كده اهو، برسم حوالي شعراية شعراية، وبعدين باجي من تحت اهو. من عذابك عذبتني والحطيني أي شاعر في غيابك دافيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكون، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أواقي تموت. صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أواقي تموت. لو تدري حبيبي كيف أيامي بدون. طبعا أي حاجة باظت بنعملها بالكونسيلر. شايفين طبعا انا هنضف تحت الحاجب بالكونسيلر. بصوا الفرق، هو يظبط اكتر معايا لما انضف. هرسم الحاجب التاني ورقه. وهنا بعد ما وزعت كل حاجه مكانها هبتدي احط الريش تحت الحواجب.